السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد خلص الحمد لله. ربنا يا رب يعودوا علينا بخير تاني ان شاء الله، ويبلغنا رمضان كلها ايام جميلة، وكانت كلها روحانيات وبركة وستر وخير. يا رب يبلغنا رمضان تاني ان شاء الله جميعا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى انا عاملة لكم فيديو كده، اول اكلة هعملها بقى بعد العيد. كل العيد طبعا، طول العيد كده اكل من بره والكحك والبسكوت وكل ده بقى احنا عايزين نغير بقى ونعمل اكله حلوه كده. من الاكلات اللي كنا بنعملها في رمضان هعمل لكم النهارده بقى صينيه بطاطس وكوسه بالفراخ، وهنعمل رز ابيض وجنبيهم شويه مخلل كده وشويه عيش. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب الفيديو النهارده ينول اعجابكم، ويا رب تعملوا لي كومنت حلو وتحطوا اللايك. انا نفسي القناه تكبر بيكم حبايبي، شدوا حيلكم معايا شويه وحطوا لي اللايك واعملوا لي كومنت حلو. فانا دلوقتي غسلت الفراخ كويس جدا وصفيتها، وحضرت الكوسه والبطاطس. في عندي ناس ما بتحبش الكوسه، فعملت بطاطسيتين ايه مع الكوسه. بطاطسيتين اتنين كده تقطعيهم حلقات والكوسه حلقات. فانا عملت ايه الاول؟ خرطت برضو بصلتين حلوين كده مع حته تومه وقرنين فلفل، وخرطتهم حلقات رفيعه كده. وحطيت بقى كل التوابل بقى اللي انت بتحبيها. الفراخ بتحب التوابل، حطيت ملح وكمون وفلفل وشطه وبهارات فراخ. تمسكي بقى بصي في كل حته في الفرخه كده، تشربيها من الايه، من التتبيله البصل، تتبيله البصل والثوم اللي انت عاملاها دي. تدعكيها بقى من جوه ومن بره، بتفرق جدا جدا في الفراخ وجمالها. بتدي الفراخ طعم التتبيله كده، بتبقى طعمها جميل جدا. فانت ايه، تعودي تدعكي كويس، تحطي نقطه زيت وسمنه وتدعكي كويس جدا. تكوني محضره الطماطم. انا بقى محضره طماطم من اللي انا مفرزاها في البرطمان قدامكم اهي اهي. هحط شويه مع البصل ومع الفراخ، واقعد اتبل فيهم جامد جدا جدا. بصوا بايديا كده، تخلي الفراخ كلها تشرب ايه منها. وبعدين بتشيلي بقى الفراخ تاني وتحطيها في الطبق لوحدها، ونفس التتبيله اللي هتفضل في الصينيه تلفي بيها برضو ايه الكوسه مع البطاطس، تلفيهم في نفس التتبيله بالبصل بس. وبعد كده بترصي بقى الفراخ عليها، بترصي الكوسة والبطاطس وترصي عليهم الفراخ. وتيجي على الوش برضو تروح حاطه ايه، طماطم تاني، صلصة الطماطم. بصوا انا حطيت اهوت الكوسة، وهقلبها كويس جدا جدا بالتتبيلة برضو، نفس التتبيلة اللي تبلت بيها الفراخ دي. بتبقى بقى روعة روعة، بتاكليها تحفة جدا. بتبقى كل حاجة اتشربت من البصل ومن التوابل كلها اللي احنا حاطينها. وقرنين فلفل صحاح مش بتقطعيهم، بيدوا شكل وبيدوا طعم جميل جدا. بعد كده بترصي بقى الفراخ رصة كويسة، وبعد كده بقى بتروح حاطه بقى طماطم تاني على الوش، وتحطي قرنين الفلفل بتحطيهم على الوش، وترشي رشة سكر كده صغننة، يعني رشة سكر خفيفة كده من على الوش على الفراخ. دي بقى بتدي ايه، لما تيجي تدخلي الفراخ في الشواية بتديها كرملة جميلة جدا جدا، وتخلي شكل الفراخ ايه، تحفة. بس حبايب قلبي، بتبقى بقى صينية كوسة باللي ما بيحبش الكوسة هيحبها، بيبقى طعمها جميل جدا. ومعها برضو البطاطس، عشان عندي ملك بنتي مش بتحب الكوسة، فحطيت لها وحدتين بطاطس كده قطعتهم ايه، حلقات. فجميلة جدا جدا، جربوها كده والله هتعجبكم. بس وبتعملي جنبها شوية رز ابيض. انا مرضتش اعمل رز بشعرية، عملت رز ابيض. انا عندي ولادي بيحبوا الرز الابيض اكتر. بس كده انا رصيت خلاص الفراخ اهيت كلها، وهحط عليها بقى ايه، حبة بصل فلفل على الوش. وبعدين تحطي بقى ايه الطماطم، وتحطي رشة السكر ضروري اللي بقولك عليها دي، رشة سكر كده على خفيفة على الوش كده، بتديها طعم وشكل جميل جدا. بس حبايب قلبي، انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. رمضان كان جميل والله، يا ريت ايام السنة كلها رمضان. والعيد ما شاء الله، وكلنا الرنجة وكلنا الفسيخ، والحمد لله عدى بخير والله، وبالبركة وبالستر. الحمد لله دايما بخير يا حبايبي قلبي، ودايما مستورين وبيوتكم عمرانا يا رب دايما بالخير.
بتحطي بقى على الوش ايه حبة سمنة، معلقة السمنة اللي على الوش دي برضو بتديها طعم برضو وشكل، وبتخليها لونها بقى زي المشوية. انا بحطها على النار الاول من فوق، بحطها على النار حبة تاخد وتغلي كده وتستوي كويس جدا وتتشرب كده، وتلاقي كده الارضيه بتاعت الصينيه كده اتشربت الشوربه والميه كلها بتاعت اللي نزلت من الفراخ ومن الخضار خالص، تحسي كده ان هي اتشكشكت كده منك. بعد كده بقى بتروحي حطها في الشوايه تحت الشوايه، انا هتطلع بقى وهتشوفوها في منتهى الجمال. انا بوريها لكم اهوت، ادي الصينيه اهي جميله جدا. حطيها بقى على البوتاجاز من فوق، عايزه تحطيها في الفرن اول عن اخر برضو ده براحتك، حطيها بتبقى جميله برضو. بس انا دلوقتي بعمل الرز، بنغلي انا الرز بحب يعني اعمله بشوربه، وانا حطيت شوربه على ميه والسمنه، وبتحطي ملح بس ونقطه فلفل اسود. ده الرز الابيض، بخلي الشوربه او الميه تغلي، بتحطي الإدام الرز، الميه بتاعت الرز على قد ايه يعني، ما تكتريش عشان الرز ما يعجنش منك، ما تكتريش الشوربه او ما تكتريش الميه، دوب عقله صباع صغيره كده تبقى اعلى من الرز. اول ما يغلي كده ويبتدي يغلي ويبتدي يتشرب، تروحي موطيه عليه خالص شمعه، يطلع بقى الرز معاكي مفلفل وجميل جدا. بس ادي كده عملنا، بص اكله سهله وبسيطه وجميله وخفيفه. احنا خارجين بقى من رمضان والمحمر بقى والمشمر والمقلي والحاجات دي كلها، فدي اكله ني في ني كده خفيفه وجميله وهتعجبكم والله. بس وشويه الرز الابيض جنبها، وانا كنت مخلله بصل في رمضان، اخر حبه فاضلين كده هحطهم جنبها مع العيش وبالالف هنا وشفا. ايه رايكم بقى دلوقتي هنروح نعمل معاكم اوضه الولاد، وهسيب الاكل على النار ونرجع بقى نغرف الاكل مع بعض تاني. تمام، يعني دلوقتي هنعمل دي اوضه الولاد عندي، اوضه البنات هعملها معاكم دلوقتي. نغير الفرش بقى بتاع العيد ونحط فرش جديد، وخليكوا حبايبي كده دايما كده يعني، يا رب كده نشيطين كده ومش كسولين، وتشوفي كل حاجة في بيتك وكل حاجة وراكي، والكسل عمره ما بيعمل حاجة، بالعكس ده النشاط كده والهمة في عز البرد اللي احنا فيه ده يخليكي كده نشيطة ومش كسلانة. فانتي قومي كده بهمتك كده، شوفي الفيديو كده وتنشطي، وقومي لو وراكي حاجة كده قومي اعمليها. خشي المطبخ اعملي أكلة حلوة، لو وراكي مواعين صبينيها كده وخلي المطبخ على سنجة 10. احنا دلوقتي طبعا عاملين تنظيفات العيد والدنيا نظيفة، فهنعمل بس كده ايه، كل يوم ايدك في الحاجة هتلاقي الدنيا سهلة معاكي. بس انا هغير فرش السراير وعين السجادة، بس هنفضها كده واكنس واعملها بالشرشوبة كده بحبة دوني، حبة معطر اللي موجود عندك اعملي بيه، وتبقى الدنيا نظيفة وجميلة، ما تخليش حاجة تتراكم عليك يا حبيبتي. تمام يا حبايبي، فربنا يديكوا الصحة والعافية يا رب كده، ودايما كده بيوتكم يا رب يا رب كده عمرانة ونظيفة وجميلة وفيها كل حاجة حلوة. انا هغير الفرش دلوقتي وهكنس زي ما قلت لكم، وهنمسح الارض بالشرشوبة يعني على الوش كله كده خفيف خفيف، وبعدين كده نعطر الأوضة بس، وكده ما خدتش مني اي حاجة. عملت الاكل وعملت اوضه الولاد، وقبلها بيوم كنت عامله الاوضه بتاعتي، برضو نظفتها كده وغيرت فرش السرير وكنستها ولمعتها، بس بقى بحاجه خفيفه خالص مش هتاخد من وقتك اي حاجه. بس ف عز البرد ده، البرد عايز الحركه، عايز تقومي كده وتتنشطي، ما تكسليش، الكسل بيجيب برد ويجيب سقعه، خليكي كسلانه وخملانه. لكن الدفع زي ما بيقولوا كده ايه، بيخليكي بقى ايه، تكسلي. لا قومي شوفي بهمتك كده، قومي شوفي اللي وراكي، وشوفي ولادك عايزين محتاجين ايه لقمة حلوة اعملها لهم، شوفي اوضتهم نظفها لهم، شوفي شقتك ناقصها ايه اعمليها. بس حبيبة قلبي، ربنا يديكوا الصحة والعافية يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وأيام حلوة وأيام جميلة يا رب يعودها علينا تاني بالخير وبالستر يا رب وبالصحة وبالعافية.
بس حبايب قلبي عملت السرير اهو، فرشته وحطيت عليه المفرش القطيفة دوت. والسرير التاني اهو تعين بقى البطاطين الزيادة دي ليها مكان في الأوضة التانية بحطه فيها، بخلي بس اللحاف دوت القطيفة على السرير. دي كتب ملك بنوتي في الجامعة كانت بتذاكر، فهي بتذاكر على الترابيزة الصغنونة اللي قدامكم دي. ربنا ينجحها يا رب، وينجح كل ولادنا يا رب وولاد المسلمين. عاملين ايه بقى في الجو الساقع؟ الجو تلج تلج وامطار وربنا يا رب كده يجعلها يا رب كده الامطار دي جميلة ورزق وخير يا رب. يا رب يرزقنا يا رب جميعا يا رب، ويجعل ايامنا كلها خير وبركة، اللهم امين يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ قولولي بقى، مكملين بقى كده في الصلاة والقرآن ولا نتكاسل؟ اوعوا نتكاسل يا حبايبي، لا نصلي برضو ونكمل ونقضي الفرض بتاعنا. نقرأ جزء كل يوم كده أو ولو صفحة من القرآن، عشان ربنا يكرمنا ويبارك لنا في حياتنا وفي ولادنا. تمام يا حبايب قلبي؟ دعموني وحطوا كومنت حلو منكم ولايك. حطوا لايك عشان الفيديو بتاعي يتشاف ويترفع، وناس أكبر عدد من الناس تشوفه لو هو عجبكم. فأنا بحب يعني تشجيعكم ليا وتدعيمكم، أنا بحبكم جدا جدا، وأتمنى أن انتوا تشجعوني عشان أعمل فيديوهات تانية كتير معاكم. وإن شاء الله إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتبقى أحلى بإذن الله. هنعمل مشتريات ونخرج ونشتري حاجات وهوريها لكم، وهنعمل باقي الشقة برضو قدامكم، روتينات في الشقة قدامكم، ونعمل وصفات حلوة بإذن الله. بس شجعوني يا حبايبي عشان أنا أتشجع. كل ما انتوا هتشجعوني كل ما أنا هعمل فيديوهات وهتشجع ومش هكسل. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمني منكم أبدا. أحلى وقت والله العظيم في وقت التسجيل ده اللي أنا بسجله معاكم. دلوقتي أنا خلصت السريرين اهم، وهبتدي أعمل إيه في الأرضية. كنستها وبالشرشوبة، حطيت حبة دوني وإيه وبعملها بالشرشوبة. خليكي بقى شاطرة. شفتي بقى التفريزات بتنفع ازاي؟ شفتوا الطماطم وصلت لإيه؟ شفتوا وصلنا لإيه؟ يا نهار أبيض على الطماطم ب50 جنيه. انتي بقى لو مفرزة حبة طماطم حلوين هترتاحي في الفترة اللي هي دي لحد ما ترخص. فبصراحة استغلي أي وقت تكون فيه أي خضار رخيص، اشتري حبة كده وفرزيهم، هيريحوكي بعد كده. في الوقت اللي هي الحاجة غالية فيه، الحاجة والخضار غالية غالي غالي. ربنا يا رب يعافينا يا رب والحاجة ترخص كده والعيد خلص، ولعل وعسى ان الحاجة ترخص كده والدنيا ترجع ان شاء الله ان شاء الله خير بإذن الله. كده الأوضة خلصت اهي، ايه رأيكم؟ بقت جميلة ونظيفة وما خدتش مني اي وقت خالص. فبروق انا دلوقتي في دريسنج كده صغير والدولاب، وفي المراية كبيرة كده بتاعت البنات. دي الترابيزة اللي ملك بتذاكر عليها. انا كان عندي مكتب كبير كده بس بصراحة كان مضيق الأوضة فتخلصت منه، فبحط لها الترابيزة الصغيرة دي بتقعد تذاكر عليها او تذاكر على السرير. تمام. ايه رأيكم حبايبي في الأوضة بعد ما اتروقت؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات وشجعوني وحطوا لي اللايك. ايه رأيكم حبايب قلبي؟ رجعنا بقى للأكل خلاص. أنا كنت سايباه على النار، شوفوا بقى يعني عملت الأكل حطيته على النار، عقبال ما خلصت الأكل كانت الأوضة خلصت، ما خدتش مني أي وقت. هنغرف دلوقتي مع بعض عشان الغدا. اتفضلوا معايا حبايبي. أنا غرفت رز اهو مفلفل وجميل، رز أبيض بيليق قوي قوي مع صينية البطاطس أو صينية الكوسة اللي بالفراخ دي. الرز الأبيض، دي صينية الفراخ. بصوا شكلها تحفة وجميلة وطعمها عجب الولاد جدا جدا جدا. ألف هنا وشفا يا رب. ربنا يا رب يزيدكم خير يا رب، ويعمر بيوتكم يا رب حبايب، ويعافينا من الغلاء اللي احنا فيه، ويهدي الجو يا رب كده والدنيا تبقى بخير. بصوا الفراخ، بصوا زي ما تكون مشوية جميلة ازاي، والكوسة مع البطاطس مع طعمهم تحفة جدا. ألف هنا وشفا اللي هياكل. ربنا يا رب يديكوا الصحة يا رب، وتعملوا الخير كله في بيوتكم يا رب، اللهم آمين.
احط بقى طبق الكوسة، طبق البطاطس. بتوحشوني قوي يا حبايب قلبي، وعقبال ما بعمل الفيديو التاني انتوا بتوحشوني جدا جدا. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك عشان الفيديو يترفع والقناة تتشاف. ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم. قولوا لي رأيكم، يعني فيديوهاتي بتعجبكم ولا؟ طب قولوا لي يعني لو في حاجة مش عاجباكم برضو قولوا لي. لو عايزين يعني اعمل حاجة تاني او ان انا اصلح في حاجة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الغدا بتاعنا النهاردة؟ وعملت شوية لسان عصفور كده بشوية بسلة، زي شوربة خضار كده وعليها لسان عصفور، هتدفي في الساعة اللي احنا فيها دي. ألف هنا وشفا يا حبايبي على اللي هياكل، وربنا يا رب ما يحرمني منكم أبدا. وحطوا اللايك وحطوا كومنت حلو منكم.